السلام عليكم شيرات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم في هذا الفيديو بنشارككم التقسيم تاعي تاع الميزانيه اللي معتمداته تقريبا من هادو شهرين ولا ثلاثه. راني معتمده هذا التقسيم وجربت شحال من تقسيم بنفس الميزانيه، ميزانيه 2 ملايين. جربت واحد 2 تقسيمات ولا ثلاثه. كما قلت لكم ميزانيه 2 ملايين راني مخصصتها للمطبخ فقط. يعني عندي اضافات اخرين اللي دايرتهم على بال كيما نقولوا الفواتير وهذوك الصوالح. الا بغيتوني نشارككم كيفاش راني دايره نقول لخواتاتي قولوا لي غير في لي كومونتير ونشارككم كاع كيفاش راني مقسمه الميزانيه تاعي. هذه الميزانيه شوفوا هي مليحه للناس اللي تخلص اكثر من 2 ملايين. علاش؟ اللي يكون عنده هذه باغي تخلصه ولا عندكم شغل حاجه بتشروها ولا يعني ماذا بك تزيري روحك. وانا دائما نشارككم هذه الميزانيه اللي تجي نزيره شويه قبل ما يجي زعما رمضان ولا العيد الكبير، ولا لازم شويه نزيروا رواحنا. انا هذه 2 ملايين وعندي هذه راهي زعما كيما نقولوا حاجه مليحه زعما عادي ماش نزيره كاع ليه. وكل ما يقرب رمضان راني نزيد نقص شويه ونزير روحي هكا معايا شيرات. وانا كيما قلت لكم رانا حنايا 4 افراد في العائله، انا وزوج اولاد. وهذا التقسيم يعني عندي الحمد لله يا ربي يساعدني بزاف ويساعد كاع العائلات حتى 5 افراد. يساعدك هذا التقسيم وشغل كيما نقولوا اللي باغي يزير يقد ينقص اكثر منها. هذه الجمله قسمتها ب 15 يوم. نقول لكم على 15 يوم. جربت تقسيم 10 ايام وجربت تقسيم كل سيمانه وجربت تقسيم 15 يوم. جاني تقسيم 15 يوم احسن. علاش؟ تخيلوا نتوما طبسي ماكله تحطيه يكونوا 4 افراد وتحطي لهم طبسي تاع ماكله يكفي. لو كان تقسمي على 2 يكفي، بصح باش تقسمي على 4 يعني كل ما تزيدي تقسمي التقسيم كيكون قليل تكون حاجه قليله وتبغي تقسميه. يعني الميزانيه كل ما كانت قليله من الاحسن التقسيم يكون قليل. كيما نقولوا ما تقسميهاش التقسيمات بزاف لخاطر كي شغل هكاك تنقص وتجيك التقسيمات هكاك تغلبك. المهم هنا في هذا الفيديو غادي نشارككم هاد التقسيمات 2 وهي غير 2 ملايين نفس الميزانيه بصح 2 تقسيمات. عندنا تقسيم 500,000 وتقسيم مليون. تقسيم 500,000 يعني 2 ملايين تقسميها على 500,000 شحال تعطيك من 500؟ تعطيك 4,500. انا ماشي نقول لكم كل سيمانه، قلنا تقسيم 15 يوم كل 15 يوم. يعني تقسيم عندي هنايا كل 15 يوم. عندي 500,000 الأولى وعندي 500,000 الثانية و500,000 الثالثة و500,000 الرابعة. 500,000 الأولى أنا دايرتها المصروف ولا احنا كيما نقولوا المواد الغذائية. المواد الغذائية تاع الشهر صحيح للشهر، يعني نجيب بها مصروف اللي كيما نقولوا نديرو في الشهر. يعني بيدو زيت 6 كيلو سكر على حسب انا من كونسومي. كيما نقولوا 6 كيلو سكر. عندي 2 قهوه انايا، عندي وحده لاتاي، عندي فرينه خماره هاد الصوالح فهمتوني. وحمص انا عندي واحد الصوالح دائما نشريهم كل شهر ب 500,000. هذيك نشري وحده ايزيس وهذه في المواد التنظيف راكم نزيد نفهمكم. عندي 500,000 الثانيه شنشريها لحوم 250. 15 يوم الاولى 250، 15 يوم الزوجه صحيح. هنا هذه 500 خضر وفواكه 250. 15 يوم الاولى 250 15 يوم الزوجه. 500,000 هذه مصروف يومي يعني 250 15 يوم الاولى و250 ل 15 يوم الزوجه صحيح. 15 يوم الزوجه فهمتوني كيفاش نقسمها. يعني كل 500,000 نقسمها على 2. 500,000 الاولى نخليها للشهر مصروف الشهر. 500,000 الزوجه نقسمها على 2. 250 15 يوم الاولى 250 15 يوم الزوجه. الخضر كذلك
المصروف اليومي كذلك. صحيح. هنا عندي في اللحوم والخضر مرات ما نكذبش عليكم، مرات ما نجيبش كاع 250، مرات في الشهر ندير 400 الف نجيبها ديريكت لحوم، تبقى لي هذيك 100 الف نشوف فاش نحتاجها ونزيدها. يا احتاجيت لحوم نشري لحوم، ما احتاجيتش نزيدها في المصروف، دائما كيما هكا. عندي الخضر والفواكه اكثريه زعما على حساب الخضر، اذا كانت غاليه يعني غادي تجيني 250، قل من 250 كما هذا الشهر جبت 200 الف خضر. وغادي نشارككم الفيديو ان شاء الله، غادي تشوفوه في فيديو قادم نشارككم واش شريت خضر واش شريت لحوم، وحتى المصروف تاع 500 الف يعني بالتفاصيل ان شاء الله يا ربي. غير تبعوني وراكم تشوفوا نشارككم كل حاجه في هذه القناه. عندي تقسيم مليون، تقسيم مليون غادي نقسمه زوج ملايين، غادي تجينا مليون عفوا مليون لل 15 يوم. صحيح، مليون كل 15 يوم. عندك 300 الف مصروف. صحيح، مصروف شهر، ماشي مصروف شهر عفوا، مصروف 15 يوم، يعني زيت سكر قهوه فرينه، هاد الصوالح اللي نستهلكوهم بزاف. وال 100 الف خبز وحليب. صحيح. هنايا عندك 200 الف قسميها ديريها خضر وفواكه. وعندك 200 الف لحوم. هنا في اللحوم تقدري تدي 200 الف من 15 يوم الاولى، و200 الف من 15 زوجه، تجيك 400 الف تشريها ضربه واحده، تقطعي اللحوم تاعك وديريها في الكونجيلاتير وتستعمليها كل ما تستحقي، هكاك تجيك خير. واذا كنتي تخافي زعما هكاك ما تنجميش تشري كاع اللحوم ضربه واحده، اشري 200 الف تاعك تاع 15 يوم، ولا شري 100 الف ومن بعد كيما نقولوا 100 الف و100 الف خليها كاش ما تستحقي. المهم انا اللحوم دائما مدخله معاهم البيض في التقسيم الاول والتقسيم الثاني. هذا اللحوم 250 ندخله فيها البيض، دائما نشري بلا بيض كل 15 يوم. مرات نقص، مرات كي يكون عندي نزيره نقص، مرات انا في المواد التنظيف ندخلها في هذا المصروف، مصروف الشهر، يعني نشري زيت سكر قهوه فرينه، ومن بعد اللي يبقى لي نشري بالكميات كبار، يعني نشري بيدو تاع جافيل كبير، نشري بيدو تاع غريزيل كبير، تاع ايزيس كبير، تاع ماشي ضربه واحده كل ساعه. واش نشري كل شهر واش نقلع من طريقي، يعني نقلع 100 الف نشريها هذه المواد التنظيف. صاي تاع السائل الغسيل والملابس دائما نشرو كل شهر، مرات انا نشري بيدو كبير يشد لي شهرين هكاك. دائما هاد المواد التنظيف دائما نتحايل فيها، يا نقلعها من اللحوم يا نقلعها من الخضر، يا لازم نشري بيدو كبير خاطر هو اللي يساعدني. نشري 5 شهور 3 شهور 4 شهور، المهم على حسب الاستعمال تاعي. دائما نشري الحجم الكبير، لازم نشري الحجم الكبير باش يعاونني. منها من جهه المصروف تاع كل ساعه تشري مواد التنظيف شويه، كيما نقولوا كنت تشري بالليترو ايزيس وليترو جافيل ولا يستقام لك، تكوني دايره تحدي كيما لازم تشري بالكميه كبيره، وكل شهر تشري من الاحسن. كيما انا هذا الشهر شريت ايزيس صغيره، عندي جافيل كبير والاخر وغريزيل كبير، يعني واحد الشهر شريت ايزيس صغيره وشريت غريزيل كبير وجافيل كبير. صحيح. الحجم الكبير. ومن بعد الشهر الجاي درك ما نشري لا جافيل لا ايزيس، لا جافيل لا غريزيل، نشري ايزيس حجم كبير. الشهر اللي بعده نشري اللي قديتي درك هادو يبقوا عندي كاينين. الشهر الثالث نبقى نشري في المواد سائل غسيل الملابس، نشري بحجم كبير. هذيك هي تساعدني كيما هاك تساعدني. لازم كل شهر نقلع حاجه، كل شهر نقلع حاجه هكاك. يجيني شهور نكون عندي كاع مواد التنظيف، نقد ديك تاع مواد التنظيف يا نشريها يا ندسها، خاطر الشهر الجاي نزيد نديها. وكان 50 الف تدسيها في الشهر هذا على بال تزيديها المواد التنظيف، كي تزيديها في الشهر الزوج تزيديها 50 الف تزيديها 100 الف تجيك حاجه كبيره تشري بها المواد التنظيف بالحجم الكبير. صحيح.
هذه هي 200,000 مصروف يومي. 200,000 هذه مصروف يومي اللي كيما نقولوا تشري بها حاجه خاصاتك، يعني حبات بيض، الاخر فرفاره لافاني، فرماج رابي، تبغي طعام حاجه، المهم حاجه اللي تكوني مسحقيتها، شويه عدس، طل عدس ولا طل لوبيا، روز كيما هكاك، زعما حاجه خفيفه تاع كل يوم اللي تسحقيها لمده 15 يوم. هذا هو التقسيم تاعي. ممكن تستحقوه تبغي ديريه كابتير ولا شغل تديه تستفادوا منه. انا من الاحسن بغيت نصوره لكم كيما هاك باش تدوه ويساعدكم ان شاء الله. انا غادي نشارككم ان شاء الله في فيديو قادم مصروفي الشهر تاع الشهر اللي شريتها ب 500 الف شريت، ونشارككم ثاني شريت لحوم وخضر. ان شاء الله غير تبعوني وراك تشوفوا واش شريت بها. المهم هذا هو التقسيم تاعي. التقسيم هو لازم تعرفي كيف تحايلي معاه. انا كي درت 250 نديرها للحوم ولا نديرها للخضر، مش معناتها غادي نكمل غير 250 للحوم ولا الخضر، على حساب مرات تكون الخضر رخيصه شويه نقلع ديك 50 نزيدها في حاجه اخرى، ومرات تكون اللحوم تانيك هكاك ناقصه شويه تانيك نقلع ديك 50 ولا ديك 100 ولا ما تحسيش كاع شحال الحاجه اللي تنجمي تقلعيها. فهمتوني؟ هذه هي اللي بغيت نفهمكم فيها. ومرات في ال 15 يوم الزوجه نلقى روحي باقي لي من المصروف وحتى باقي لي من الدراهم. لو بغيتوني نشارككم البقايا نشارككم البقايا تاني في فيديوهات قادمه، نشارككم البقايا تاع الشهر تشوفوا كيفاش زعما. وانا هذا التقسيم ماشي نقيد به، انا المهم نكون عارفه روحي بلي انا خصصت 500 الف قادر اذا زادتني هذيك تزيد زعما غادي غلا شويه مصروف ونزيد ديك 50 ولا ديك نقلعها من حاجه من هادو ونزيدها ريكيبيري زعما حاجه في حاجه. المهم انا ما نخرجش على الميزانيه اللي دايرتها هذا الشهر ولا هذا 15 يوم، باش 15 يوم الجايه ما نقعدش ما عندي والو. خاطر وليت نشري مصروف ضربه واحده، وليت نلقى روحي عندي المصروف ممكن ما عنديش خضر ما عنديش لحوم، ما بقيتش ندير هذيك الاكله اللي بغيتها. بغيت نفهمكم ان التقسيم هو انت تتحكمي فيه، لازم تضبطي روحك هاك تضبطي روحك انك ديري حاجه زعما شحال غادي نصرف فيها شحال غادي نصرف فيها هذه، وانتيا تشوفي روحك اللي تقدري تصرفي هذاك المبلغ كامل ولا تنجمي تقلعي منه وتزيدي في حاجه واحده اخرى. نورمالمون كل شهر ورانا شي تصرفوا، مرات تلقي روحك تاكلي اللحوم بزاف، مرات تلقي روحك ملتي للخضر بزاف، مرات تلقي روحك ملتي للعجائن، كل مره وكيفاش. انا حاولت نتقيد بالجدول الوجبات ولقيت روحي كل مره وشي يطلبوا مني كل مره فهذا على حساب كيما نقولوا شرح في خاطرهم. على ذاك وليت نشري انا اللي حاجه تكون في خاطر واحد كيما نقولوا نشري مصروف الشهر هذه و500 الف تاع المصروف اليومي هي اللي نشري بها واش غادي ندير في هذاك النهار. مثلا فرماج رابي، مثلا باغي نشري مايونيز، مثلا باغي نشري الاخر كيما فرفاره ولا فاني تاني داخله في الكسمو، نشري على حسب راني باغي ندير حبه بسكوتيه نشري ديك الفرفاره ولا فاني نشري واحد 10 كيما هكا، وبعد نقعد نستعمل بشويه كي نخص نشري من ديك 500 الف. فهمتوني؟ زعما انا نشري شويه بصح كي نخص نشري من ديك 500 الف. وبغيت نوريكم هذا الحافظ النقود اللي خادمته مانيش دايره فيه، علاش ما بغيتش نخلطكم ونقول لكم هاشا كاين هاشا ما كانش. فهمتوني؟ راني دايرته في شغل هذا خدمته غير وحدي في الدار. درت هذا تاع الكاي كيما هكا راكم تشوفوا، ودرت هاد الساشيات، هاد الساشيات عادي راهم يتباعوا ولا اي ساشيات تخدميهم كيما هاك. وشوفوا هنايا حليتها من هذا الجزء كيما هكاك ان شاء الله يكون يبان معاكم. وهنايا خيطته هذا راه مساعدني بزاف. علاش غادي ندير هنايا ندير الورقه وندير فيها مواد غذائيه، وهنايا ندير اش عندي زعما مواد غذائيه لحوم خضر كيما هكاك، وندير فيهم الدراهم اللي عندي. البقايا نردها هنايا من بعد كي هذيك البقايا بعدا ما نعرفش ندير بها، يا ندير بها تحدي نلمدها، يا نشريها حاجه اخرى، يا نزيدها في مصروفي تاع داك الشهر. المهم انا ما نستخصش في الشهر، هذا هو الهدف تاعي. واذا بقى ماذا بيا فيها وفي الخير، واذا ما بقاش راني نصرف. المهم ما نسحقش
في هذاك الشهر، ما نطيحش فيه موقف انه ما عنديش. كان هذا هو الفيديو تاعي، ان شاء الله يا رب يعجبكم وتستفادوا منه ويجيكم هذا التقسيم ساهل. واذا ما فهمتونيش وبغيتوني نقسم لكم، انا دوك هذا الشهر فات وصرفت الدراهم تاعي على هذاك، ما بغيتش نخلطكم. كاش ان شاء الله كي تدخل لي الميزانيه، اذا بغيتوني نشارككم بالتقسيم ديريكت بالنقود قولوا لي. المهم ان شاء الله تكونوا فهمتوني في هذا التقسيم. في نهايه الفيديو نقول لكم تهلاو في رواحكم، وان شاء الله ربي يطرح البركه في هذه التقسيمات اللي رانا نديروها. وان شاء الله انا نقول لكم تكونوا اللي كل وحده تكون فحله وتعرف كيفاش تقسم الميزانيه تاعها وكيفاش تتصرف في الميزانيه تاعها. ماهيش حاجه صعبه، بصح باش تخلي روحك تصرفي غير اللي جات تصرفيها هكاك. انا نقول لكم لازم تتحكمي في الميزانيه تاعك، لانه اذا قلت انايا عندي 2 ملايين نورمال نصرفها، نجيبها ديريكت مصروف ونجيبها ديريكت لحوم ونجيب ديريكت فوطر، تلقي روحك مستحقين. من الاحسن انك تضبطي الميزانيه تاعك وتقسميها وتعرفي كيفاش تصرفي غير بشويه، وما تخليش هذاك المصروف يروح هاك وهاك. هذاك سيرتو هذاك الصرف ما تخليش يروح هاك ولا هاك، لخاطر لا خليتي داك الصرف يروح هاك ولا هاك غادي تماك يوقع لك الخلل. لانه اذا 5000 2000 3000 10000 كي تروح هاك ولا هاك تنقص لك من الحسابات تاعك. الاحسن انه تخلي الميزانيه تاع المطبخ وحدها والميزانيه تاع حاجات اخرى وحدها، لانه الامان الغذائي هو اكثر حاجه لازم تكون في حياه الواحد. لازم يكون عندك امان غذائي، لازم تحسي باللي لانه الانسان يخاف من الجوع، يخاف انه يستخس، يخاف انه يروح يتسلف، يخاف انه يطيح في موقف انه ما عندوش ويتسلف. تتسلفي على ما بعد شهر مرض، على بال حاجه مشروع، على بال صح تتسلفي على بال الماكله، على بال كشك صعيبه ما تجيكش. لازم تكوني ناضه مع روحك. هذاك التسلاف وهذاك شغل الكريدي والدين هذاك غير يدخلك في متاهات. الاحسن الواحد يزير روحه باش يخلص الدين اللي عنده. قادر تخلصي كا 5 ملايين 6 ملايين 4 ملايين، ديري هذا التقسيم والباقي تصرفي به. لازم الباقي كما نقولوا ديري به اللي باغيه ديري. باغي تشري حاجه، باغي تخلصي دين، باغي هذا هو. لازم تزير وحده روحها باش تقضي صوالحها. لازم التقسيم ولازم الميزانيه تتحكمي فيها. هذه هي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وش نقول لكم تهلاو لي في روحكم. هذا مكان سلام الشيرين.